شباب مرحبا، مساء الخير. بس حبيت أعلق بملحوظة صغيرة على تعليقاتكم الكتير صعبة. بالنسبة للناس اللي بيقولوا الناس في التعليقات يا عب يا كده ويا فعلتك. أول شيء، أنا سنة 2005 تزوجت لبنانية. لما جيت أتقدم لها أبوها قال لي يا عب بتتكلم أنت داير، بتتكلم جد أنت مجنون ولا نصيح؟ معقولة أنت تقول داير ستك؟ وأنا اللي كنت فاكر جدي الزبير ابن العوام. أنا سوداني وجموعي، كوكتيل جموعي بحساني بكاهلي تقدر تقول. كمان أسرة الوالدة عركية. ده ما مهم مين أنا بكون، بس أنا في النهاية سوداني. والقصة دي يا جماعة كانت سنة 2005، ولحد ما أخوها كتلها قال لأنها تزوجت العب السوداني ده، كتلها بعد الزواج بعد سنة و7 شهور، كتلها وهي حامل في الشهر السابع. وتحياتي للصحفي الكبير عادل البلالي بصحيفة الدار، وتحياتي للصحفية بجريدة الوطن الأستاذة مشاعر. هذول الناس يا جماعة اتطرقوا للقصة دي ونشروها في أكثر من عدد واثنين وثلاثة، وكانوا يعني بيتاخدوا الشيء اللي حصل. ده ما موضوعنا على العموم، الله يرحمه ويغفر له وإن شاء الله يسكنها فسيح جناته. الموضوع والعبرة نحن يا جماعة لحد الآن نحن في السودان مفتكرين نفسنا عرب. ما في مشكلة يا أخي، أنت اعتقد إنك عربي وأنا بعتقد إنه أفريقي، وده بيعتقد، كل زول يعتقد الشيء دايره. بس ما صح أقول لزول أنت عبد وأنت أسود وأنت فعلتك والكلمة والثانية بسبب بدون سبب أقول لزول يا عبد. يا أخي أنت بتخلق بكلمتك دي، يعني بتخلق بكلمتك دي سبحان الله، يعني انقسام ممكن يكون في كل الشعب السوداني. يعني اليوم لو قلت انا لزول يا عب، اي زول بيفتكر نفسه هو من القبائل الافريقيه الخالصه، بيفتكر نفسه هو المستهدف، والعرب ديل عنصريين والعرب ديل الى اخره. وفي نفس الوقت يا اخي انت لو يا اخي نحن اصلا يا جماعه ما عرب بصراحه، وما بنفتخر نكون عرب والله بصراحه، والله ما عرب وما بنفتخر نكون عرب. وفعلا لو نحن بنتكلم بالعربيه ونحن مسلمين ما في مشكله، لكن في نفس الوقت يا جماعه نحن بنقول نحن عرب. لما نطلع العرب بيهونونا ان احنا ما بنتشرف ان احنا نكون عرب، لكن في نفس الوقت ده ما موضوعنا عرب وما عرب. نحن سودانيين افارقه، اوكي، سودانيين افارقه او عرب افارقه، سموها بالانتو الاسلوب اللي انتو دارينه. المهم في العبره نحن بدل ما نقلب نشتم بعض وننبذ بعض ونخلق بيناتنا شروخ وانقسامات، بلدنا ما محتاجه اكتر من كده يا جماعه. ما محتاج انت تتعنصر علي وانا اتعنصر عليك. علي الطلاق انا لو حكمت السودان ده اخليتكم رجاله، الجعل يتزوج من الشايق، والشايق يتزوج من دارفور، ودارفور يتزوج من البيجا، والبيجا يتزوج من النوبه. خليتكم رجاله، واللي يفتح خشمه يتحاكم. عشان الناس تنتهي وهم اسمه عنصريه، عشان الناس ترتاح من حاجه اسمه عنصريه. ده مرض يا جماعه، نحن والله مريضين في السودان. ده مرض، هي العنصريه غريزه داخل كل انسان، بس ده مرض نفسي. يا اخي نحن ما نهتم في شيء افضل من شيء يفيدنا ويفيد بلدنا، اللي هي تمزقت اصلا وصار الصومال اخر، صارت دويلات. نشوف بلدنا ومستقبلها، ولا نجنب انت عب وانا عب وانت حر وانا ابيض وانت اسود؟ يا اخي عليه الطلاق، ما والله كلنا في الهوا سوا. نقول لك بصراحه علي عشان ما تفهموني غلط، انا علي الطلاق شيء زمان كنت مفتكر راسي جدي بزيت الهلالي، لكن علي الطلاق تمرق برا السودان ده كلمه يا عبد بتسمعها وش. في ليبيا قالوا علينا كمان ما بيقولوا لنا يا عبد يا عبودتي. في لبنان قالوا علينا، في سوريا قالوا علينا، في اي مكان قالوا علينا، وفي تشاكل وفي ناس بتعمل مشاكل، في النهايه تتقبلها ولا ما تتقبلها، ده الواقع. وبرا السودان مقبوله فينا نتحملها، لكن ما بالك زول في بلده اتولد ابا عن جدا في السودان وسوداني اصيل، وفي بلده تضطهده وتتعنصر عليه وتقول له يا عبد. اوكي، كمان في نفس الوقت يعني انا ما بلوم بس الناس اللي بيقولوا للناس يا عبيد، بس كمان في ناس كمان من التيار الاخر الكلمه والثانيه بيقول لك انت هل العوض، انتم متخلفين، انتم بتفهموا عرب الجزيره، انت يا اخي خلينا في المهم. انا وانت سودانيين، خلي حب السودان يجمعنا، خلي حب الهويه يجمعنا، وتعال نشوف اللي بيهمني وبيهمك، بيهم مستقبلي ومستقبلك. نحن بقينا مشردين يا جماعه، نحن لافين هباء منبثة هايمين على وجوهنا في الصحراء.
اي زول لا في المانيا في المانيا، ولا في بريطانيا في بريطانيا، ولا في السعوديه، البلد ذاتها نحن خليناها. حرام يا جماعه، ارجعوا، نحن اكبر من كده. المفروض يكون لغه الحوار والوعي تكون هي لغه التعامل بيناتنا. وانا سوداني وانت سوداني، لا فيك تلغيني ولا في الغيك، خلينا نعيش بسلام ويام عشان بلدنا اللي اتفككت.